مشاركه حقيقيه من اجل نهضه حقيقيه داخل دايره جنوب القليوبيه، مش بس خصيصا لجانب المراه وتوعيه المراه المصريه بصفه عامه لحقوقها السياسيه والاجتماعيه، وازاي احنا فعلا ننهض بيها بحاله من الوعي والرقي. مفيش سؤال اللي بيها لا انا بعملها دعوه النهارده. صحيح. اللي بيها فعلا نقدر في خلال السنوات القليله القادمه نكون فعلا نقلنا نقله كبيره لوطننا الحبيب، خاصه انا بقول المراه المصريه مش زي اي مراه في العالم كله، مراه لديها اراده وقوه وعزيمه، زائد ان هي ليست نصف المجتمع ولكن هي كل المجتمع، لانها تقوم على تربيه البنات والبنين، تنشئ الرجال والنساء لبناء الوطن. فانا بفتحها دعوه مفتوحه نبدا ان شاء الله في تحقيقها بعد انتهاء الجوله الانتخابيه. سؤالك اتفضلي. سؤالي للدكتوره، يعني انا شايفه ان يعني اغلبيه بعض الناس بيقولوا ان كل ما اروح مكان عشان اوزع مثلا دعايه تقول لي طب انت جايه لنا فاضيه، طب الحريه والعداله بيجيبوا لنا حاجه وهم جايين يعني. فانا اتمنى ان هي الانتخابات تكون مش كده، يعني احنا صدقنا ان خلصنا من موضوع الحزب الوطني والدعايه الانتخابيه والحاجات اللي هي كانوا بيعملوها، فانا اتمنى فعلا ان انتوا تفوزوا بس بمحبه الناس. انا هكون فرحانه جدا لما يعني انتوا تدخلوا المجلس وتكون مهما كان لكم عدد المقاعد بس بمحبه الناس. السؤال فين؟ بس يعني انا سؤالي يعني هي الدعايه تبقى كده. هو سؤال ضمني. سؤال بين السطور. سؤال ضمني. اتفضلي اجابه. يعني طبعا نحن نلتزم بنظام الانتخابات وقواعده وقوانينه. لم يحدث من احد من حزب الحريه والعداله او التحالف الديمقراطي بالكامل بتقديم اي نوع من الرشاوى الانتخابيه، وندعو من لديه قرينه على هذا الامر بالتوجه الى النيابه العامه، ونحن نخضع للتحقيق والمساءله لمن يقوم بهذا الامر من اي عضو من اعضاء حزب الحريه والعداله، لكن هذا نرفضه تماما. واذا كان حضرتك بيقابلك من يقول لك فين معاكي، انا نفس الشيء في جولاتي، هتديني كام للصوت؟ قلت لها خد الصوت من اللي بيدي فلوس وادي الصوت لصاحب الحق اللي انت شايفاه هيشيل مصر في المرحله القادمه. اذا دخلنا مجلس الشعب وكان لينا اغلبيه داخل البرلمان، في فصيل في هذا الوطن يستطيع ان يحمل هم هذا الوطن في المرحله القادمه. مرحله حاسمه في بناء وطن جديد يجب ان يشترك فيه الجميع، نساء، رجال، مسلم، مسيحي، حريه وعداله، او مصريين احرار، جميع القوى السياسيه، مستقل، كل دول لازم يشاركوا معانا في اداء متميز في بناء ونهضه. اذا كان نجح الشعب المصري في تقديم ثوره رائعه اذهلت العالم اجمع، قدم من اجل التطهير والتحرير نموذج، فيجب ان يقدم من اجل البناء والتطوير نموذج يحتذى للعالم اجمع، وتصبح مصر في صدر دول العالم اجمع. نلتزم باللعبه الديمقراطيه واللعبه الانتخابيه كما قررتها القوانين، ومن يتعدى ذلك يقدم للمحاكمه ونخضع لقرار. من تقاليد مناظرات